في يوم هتيجي عليك لحظة توقف فيها لوحدك من غير موبايل ولا أصحاب ولا أهل. هتكون قدام ربنا وهو بيسألك أول سؤال: عملت إيه في صلاتك؟ هتقول له إيه؟ هل هتقول له كنت بأجلها؟ ولا هتقول له كنت بصليها بسرعة عشان أخلص منها؟ ولا هتقول له كنت واقف فيها بجسمي بس لكن قلبي في مكان تاني؟ ولا هتقول له كنتش بصليها أصلا؟ الصلاة مش مجرد حركة ولا طقوس. الصلاة هي اللقاء الوحيد اليومي بينك وبين ربنا. الصلاة مش عبادة صعبة زي ما بتعتقد الناس. الصلاة هي راحة من هموم الدنيا. ازاي تسمح لنفسك تضيعها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: أرحنا بها يا بلال. لكن ليه احنا مش بنرتاح بيه؟ ليه بنضيعها؟ وازاي نرجع نحبها من قلبنا ونستمر عليها من تاني؟ في الفيديو دي هقول لك ليه انا وانت وكلنا محتاجين نراجع نفسنا في علاقتنا بالصلاة. أهمية الصلاة بحياتنا. الصلاة هي أهم ركن عملي في الإسلام بعد التوحيد، ومن تركها فقد كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهي أول حاجة هتسأل عنها يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. يعني الصلاة ممكن تصلح عملك كله وممكن تفسده كله. وهي بتغسل ذنوبك 5 مرات في اليوم، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا في باب أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ولو بتحس إنك تايه ومكتئب ومليان ذنوب، ربنا بيقول الصلاة بتسبب بركة في الرزق والتوفيق في العمل والشعور بالراحة في كل جوانب الحياة. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. الصلاة هي النور في الدنيا والآخرة، نور في الوجه ونور في القلب ونور على الصراط يوم القيامة. الخلاصة: الصلاة هي حياة الروح، وهي مفتاح النجاح الحقيقي في الدنيا والآخرة. من حافظ عليها حفظه الله، ومن ضيعها ضيع كل حاجة. طيب ليه احنا بنضيعها ومش بنرتاح فيه؟ ايه السبب؟ 1. لأننا فقدنا الإحساس بالمقابلة. تخيل نفسك لو رايح تقابل شخصية مهمة، هتعمل ايه؟ طبعا هتجهز نفسك وتتزين وهتراجع كل كلمة هتقولي. طب تخيل بقى انك داخل تقابل ربنا، ازاي تدخل عليه وقلبك وعقلك مش حاضرين؟ ازاي تقف قدامه كأنك مش شايف عظمته؟ 2. لأننا بنصلي كعادي مش عبادي. بنصلي من غير وعي، مجرد وقوف وسجود، مفيش شغف مفيش شعور، حركة جسد بس مش حركة قلب. 3. الذنوب الكثيرة. كل ذنب بيخلي الصلاة أتقل وأتقل، وبيخلي الخشوع مستحيل. كتر الذنوب بتخلي الشخص يبعد أكتر وأكتر، وبتخلي العبادة ثقيلة جدا على قلبه. قال ابن القيم رحمه الله: الذنب بعد الذنب يطفئ نور الطاعة في القلب حتى يثقل عليه القيام بها. 4. الصحبة السيئة والمحيط الفاسد. أخطر حاجة ممكن تضيعك من غير ما تحس هي الصحبة. لو حواليك ناس ما بتصليش أو بيأجلوا الصلاة، فطبيعي هتتحول زيهم من غير ما تحس. حتى لو أنت مش عايز هتتأثر بيهم غصب عنك. القلب بيمرض بالعدوى، وعدوى الصحبة أخطر من عدوى الأمراض. 5. نسيان الغاية. احنا مش بنصلي عشان نرضي الناس ولا عشان ربنا محتاجني، احنا بنصلي عشان نرتاح، وعشان احنا اللي بنحتاج نوقف قدام ربنا. لأن الصلاة بتطهر قلوبنا من التشتت والذنوب، بتخلينا نرجع لنقطة التوازن في حياتنا. طيب ازاي نرجع نحب الصلاة فعلا ونلتزم بيها دايما؟ خطوات بسيطة. أولا، حبك لربنا هو البداية. عايزك تفكر في كل الحاجات اللي ربنا رزقك بيها: صحتك، أهلك، فرصك، وحتى اللحظات اللي نجاك فيه وانت مش واخد بالك. لما قلبك يمتلئ بحب ربنا هتحس انك تشتاق تقف قدامه في الصلاة، مش مجرد واجب، دي لحظة صحبة بينك وبينه. 2. افهم يعني ايه صلاة. الصلاة مش مجرد ركعات وخلاص، دي لحظة بتخلي الدنيا تهدى جواك وتحس انك بتكلم حد فاهمك وبيحبك. الصلاة هي أكتر لحظة فيها صدق بينك وبين ربنا. 3. بعد عن المعاصي. المعصية مش بس بتبعدك عن ربنا، دي كمان بتقفل قلبك عن الإحساس بالصلاة. لو حسيت إنك بعيد، ارجع بسرعة، قول: يا رب سامحني بصدق، استغفر كتير جدا. هتلاقي قلبك بيرق وبيشتاق لربنا تلقائيا. 4. الصحبة الصالحة. صاحب اللي بيذكرك بالله دايما، اللي لما يشوفك بتكسل يقويك ويشدك معاه. البني آدم لوحده بيضعف، لكن لو وسط ناس بتحب ربنا هتلاقي نفسك بتتشد ليهم. 5. صلي كأنها آخر مرة. لما تصلي خليك مركز كأنه دي آخر مرة هتقف فيها بين إيدين ربنا. ولما تبدأ تحافظ مش بس على الفرض لكن كمان على السنن، هتلاقي نفسك بتتعلق أكتر بالصلاة. هيبقى عندك شوق للركعة والسجدة وكأنها حب ربنا. 6. ادعي من قلبك. قول: يا رب خليني أحب الصلاة من قلبي، خليني أخشع فيه. الدعاء هو المفتاح، وربنا عمره ما بيرد اللي بيلجأ ليه بصدق. 7. نظم وقتك حوالين الصلاة. خلي الصلاة هي اللي بتنظم يومك مش العكس. اضبط منبه لكل صلاة أو نزل تطبيق للأذان، وما تأجلهاش عن وقتها أبدا. وما تستناش لما تفضى، الصلاة هي الأول وكل حاجة بتيجي بعدها. حتى لو وصل شغلك أو مذاكرتك، استأذن وصلي وربنا هيبارك لك في وقتك. 8.
افهم ايه اللي بتقوله وانت بتصلي، جرب وشوف تفسير الآيات، ولما تقراها في الصلاة استشعر المعاني في قلبك كأنك بتعيشي، هتحس بكل كلمة بتقولي، وكل سجدة هتبقى ليها معنى. كل ما فهمت المعنى كل ما الصلاة بقت أجمل. 9. لو وقعت قوم تاني. مفيش حد ما بيضعفش، لكن الفرق انك ما تستسلمش. كل مرة تقع ارجع تاني، ما تخليش لحظة ضعف تكسرك. ربنا رحمته واسعة وبيستناك في كل خطوة. في النهاية الصلاة مش مجرد عبادة، دي حياة. هي الملجأ اللي بترجع له لما كل حاجة بتضيق، وهي الراحة الحقيقية لما قلبك يتعب. الصلاة مش تقليد اتعلمناه، دي لقاء ودفء ولمسة رحمة من ربنا كل يوم. لو حسيت انك بعيد ما تقلقش، الطريق لسه مفتوح وربنا مستنيك. كل ركعة بتقدمك خطوة، وكل سجدة بتطهر قلبك. ابدأ من النهاردة، حتى لو بخطوة صغيرة، حتى لو بركعة واحدة بخشوع. صدقني قلبك هيتغير وحياتك كلها هتنور. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. خليها أول أولوياتك مش آخر اهتماماتك. اللهم اجعل الصلاة راحة لقلوبنا ونورا لعيوننا وسكينة لأرواحنا، وثبتنا عليها حتى نلقاك، ولا تحرمنا لذة الوقوف بين يديك. ما تنساش تعمل خير وتشارك الفيديو ده مع غيرك، واعمل لايك لأنه بيساعد على نشر الفيديو، لأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. السلام عليكم.